في قلب القاهرة القديمة، وسط الشوارع الضيقة اللي ريحتها تاريخ، واقفين لحد النهاردة أبواب مصر القديمة. أبواب شافت ملوك وجيوش وحضارات قامت واتبددت، لكن هي فضلت صامدة، بتحكي حكاية بلد عمرها آلاف السنين. أشهر الأبواب دي هو باب زويلة، البوابة الجنوبية للقاهرة الفاطمية. الناس زمان كانت بتسميه بوابة المتولي، وكانوا يقفوا قدامه يتبركوا ويدعوا. بس الباب ده كمان ليه وجه تاني غامض، لأن فوقه اتعلقت رؤوس الغزاة بعد معركة عين جالوت، وكان شاهد على لحظات مجد وخوف في نفس الوقت. أما باب الفتوح فده كان في الشمال، واتبنى علشان يحمي القاهرة من أي خطر جاي من بره، واسمه دايما كان بشرة خير. باب بيفتح للنصر وللأمل والحكايات، ناس عاشوا وماتوا بين جدرانه. وجنبه باب النصر اللي اسمه لوحده بيحكي لك القصة، باب محفور عليه نقوش بتحكي عن القوة والعزة، وكأنه بيقول لكل اللي يعدي دي القاهرة، المدينة اللي عمرها ما بتتهزم. بس الأبواب دي مش مجرد حجارة ولا آثار، دي رموز لهوية بلد. لكل باب منها قصة، ولكل قوس وعمود فيه سر من أسرار المصريين. ورا الأبواب دي اتولدت أحياء وأسواق ومساجد، واتجمعت فيها روايح البخور مع أصوات الباعة، علشان تصنع روح القاهرة اللي لسه عايشة جوانا لحد النهاردة. أبواب مصر القديمة مش بس مداخل لمدينة، دي بوابات للتاريخ والحضارة ما بتخلصش أبدا. وفي الآخر، لو حابب تكمل الرحلة دي معانا، اشترك في قناة أبولو علشان نفضل نحكي سوا عن أسرار مصر اللي محدش عارفها.